من فترة اتعرفت على شاب في الجامعة، حبني وحبيته، بس بصراحة ما حصلش بينا اي تجاوزات. يعني ولا خرجنا في يوم مع بعض ولا حتى كلمني في التليفون مرة. المرة الوحيدة اللي كلمني فيها قال لي بعد ما يتخرج ويشتغل هيجي يخطبني. وفعلا مرت السنين واتخرج، واول ما اتوظف جه وطلبني للجواز. هنا بقى تبدأ المشكلة. بابا ومامته منفصلين، واللي جت معاه مامته، وطبعا هي سابت كل حاجة تخص الفرح وفضلت تتكلم هي قد ايه تعبت وعانت على مربته، وقد ايه هي متعلقة بيه وبتحبه وما تقدرش تشوفه مع اي واحدة تانية. كل ده ماشي حقها هي مهما كان امه وتعبت عليه. لكن المشكلة الاكبر اللي خلتني اخاف واقلق انه لما كان بيتكلم كانت بتزعقله قدامنا وبتخليه يسكت، وده خلاني احس انه ما عندوش شخصية. فضل يبصلي ويترجاني بعينيه ان امشي الجوازة، وانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. من يوم ما وعيت على الدنيا وانا ماليش غير خالي. لما كنت في ابتدائي قلت لماما اشمعنى كل صحابي عندهم بابا وانا لأ. قالت لي نصيبك كده، ولما تكبري هبقى افهمك واقولك على كل حاجة. مرت الايام وبقى عمري 18 سنة، وطبعا السنين اللي فاتت كنت كل يوم اكلم ماما واقول لها يا ريت تحكي لي عن بابا، بس هي كانت بترفض. لكن انا كنت جبت اخري. بعد عيد ميلادي قلت لها يا ماما بعد اذنك عاوز اعرف كل حاجة عن بابا. قالت لي بما انك فتحتي الموضوع هو كده كده عاوز يشوفك. قلبي اتقبض وندمت اني سألتها عليه اصلا. مش عارفة الاحساس ده جالي ليه. لكن عرفت لما لقيتها بتحكي وبتقول انا اتجوزت في سن صغير، ولما حملت باباكي كان فرحان، لكن لما اكتشف انك بنت زعل جدا وكان بيعذبني وبيضربني. مش بس كده اتجوز عليا، وبعد ما مراته خلفت الولد خلته طلقني. جيت عشت مع خالك وربيتك. وهي بتحكي كانت مكسورة، وانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. من سنتين بابا قال لي ابن عمك متقدم لك. قلت له لا يا بابا انت بتهزر، ابن عمي ده فقير جدا وانا عايزة واحد يكون من نفس مستوانا. بابا قال لي ابن عمي غلبان ومش طمعان فينا، وحتى لو طمعان وعايز يشتغل معايا اهو ابن اخويا وهو اولى. قلت له مش ذنبي انا مش بحبه. قال لي مفيش حاجة اسمها حب، الحب بيجي بعد الجواز. وصمم على رأيه لحد ما اتجوزنا. وانا بصراحة في الاول كده كنت بعامل جوزي وحش جدا، وهو كان حنين وطيب، حتى رفض يشتغل مع بابا. واي فلوس كان بابا بيديهالي ما كانش حتى بيقولي انت معاكي كام. جيت عليه كتير قوي واذيته بكلامي، لحد ما جه اليوم اللي اكتشفت فيه اني حامل. اتضايقت جدا وقلت له لازم انزل الحمل ده، انا مش عاوزه حاجه منك، انا عامله حسابي ان اتطلق. هنا هو كان جاب اخره وساب البيت ومشي. بعد ما مشي حسيت بقيمته، وحسيت ان في حاجه كبيره ناقصاني، وحسيت ان كل كلمه كنت بقولها من ورا قلبي يا ريت تساعدوني علشان ارجع جوزي.